كيفاش الفلاح في ميدان هذا إنتاج الحبوب ينجم يتفادى هذايا معناها بالإمكانيات اللي عنده، شنو يعمل ولا كيفاش يقع ربما توجيهه وتوعيته باش أنه الموسم يكون باهي وما تكونش فما خسائر ويبدأ عارف معناها بالحاجات اللي هي تنجم تساعده لإنتاج طيب. يعني هو احنا نقوم ديما مع يعني التعامل مع جميع المتداخلين في القطاع في كل بداية يعني موسم تاع حصاد. قبل بداية من أفريل نبدو نشوفوا يعني أبري أنهي البلايص الواعدة ونغطي ونحاول نغطيه، وهذوما الكل المناطق هذوما بأيام إعلامية اللي نحسوهم بقيمة تعجيل آلة الحصاد. هذا أهم شيء، أهم شيء تعديل آلة الحصاد. راهو حتى التعديل نتاع آلة الحصاد والتفقد نتاعها، وإحنا كذلك رانا مع المتداخلين في القطاع من وزارة الفلاحة ومن المرشدين الفلاحيين، فإنه رانا نتعاملوا كذلك مع الحماية المدنية. الحماية المدنية اللي على الحرائق، كل مرة نسمعوا اللي ثم حريقة صارت من شنو؟ من الماكينة. إذا كان ما تفقدوش الدارة الكهربائية متاع الماكينة وتبدأ الماكينة قديمة راهي فإنها تعطي خسائر كبيرة، تنجم تسبب يعني روت يعني الوقت اللي كي تبدأ البارسيل يعني راهو في ظرف دقائق وفي ظرف ثواني يتعدى يعني الحريقة تتعدى تتعدى يعني إلى الحقل وكذلك الحقول المجاورة. كذلك نقوم ببرمجة يعني في أواخر شهر مارس وبداية أفريل تكون برمجة كاملة يعني مع جميع المتداخلين لبرمجة يعني يكون البرنامج مسطر إلى حدود 10 أفريل 15 أفريل يبدأ البرنامج مسطر أنهم المناطق اللي باش تكون فيهم الأيام التحسيسية وكذلك أيام تكويني. المرشدين الفلاحيين هما اللي أكثر يغطوا قراب أكثر اللي في كل واحد للمنطقة متاعه. دونك مهم جدا تكوينهم وتمرير المعلومة لهم باش هما يكون أسهل باش انهم يحيطوا يأطروا الفلاحين متاع الجهة الخاصة بهم.